هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ومنشكحين ان شاء الله. ده اول فيديو ليا على قناتي بصوتي اعمله في حياتي يكون طويل. ماشي، دي قناة 10 حاجات تخليك، وحبيت اول فيديو ابدأ فيه عن الثانوية العامة، وده فيديو 10 حاجات تخليك ما تدخلش ثانوية عامة او عامية هو مسمى اخر. اول حاجة اللبش المعمول عليها. ابنك جاب كام؟ بنتك جابت كام؟ مش هنطلع مصيف والله السنه دي، اصل عندنا ثانويه عامه. والله عندنا ثانويه عامه مش هنعرف نعمل مش عارفه ايه. شوفي فلانه عملت ايه، ده فلانه السنه اللي فاتت كان في ثانويه عامه مش عارفه جابت مجموع كبير جدا، عقبالك كده ان شاء الله ودخلت الكليه اللي نفسها فيها. تاني حاجه انها اوفر ريتد، والناس بتديها اكبر من حجمها سواء الناس او الدوله. يعني الدولة ظالمة بتوع الثانويات التانية زي الثانويات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية أو أي حاجة، ظلمهم بحيث إنها بتدي بتوع الثانوية العامة كل حاجة. ماشي، حتى المعاهد والكليات المفروض معمولة للثانويات دي بتديها لبتوع ثانوية عامة. ماشي، وبتحرم بتوع الثانويات التانية من أماكنهم رغم إن هما بيتعبوا وإن هما أصعب منها سواء المدرسين أو الدراسة. ماشي، تالت حاجة مصاريفها. هي بتدي قيمة في غير مقابل سعر للأسف، يعني ممكن تدفعي مصاريف قد كده وفي الآخر تجيب مجموع تخشي برضو في مكان تدفعي مصاريف قد كده برضو. ماشي، فانت بتدفعي تدفعي تدفعي وفي الآخر ممكن تخرجي بمجموع برضك ما تدفعيش فيه، تدفعي فيه قصدي فلوس كتير يعني. ماشي، كأنك يا مديرة مغازية. ماشي. آه وده بياخدنا للنقطة الرابعة، عدم ضمان المجموع قصاد المجهود والتعب والمصاريف اللي هتدفع، وعدم ضمان المكان اللي هنروح فيه، بحيث ان احنا ممكن نكون في مكان بندفع فيه فلوس كتير جدا ونجيب مجموع يخلينا نروح مكان برضو خاص ندفع فيه فلوس كتير جدا. ماشي، تالت حاجة اللعب فيها. هم بيلعبوا في الثانوية العامة وفي مناهجها وبتاع سواء هم ولا المدرسين، زي نظام البكالوريا ده مثلا، مش عارفه ايه، تدفع 500 جنيه لو حبيت تعيد تاني، ولا ايش عرفك ممكن تجيب من اول مره؟ طب فين ما جابش من اول مره هيضطر يعيد ايه الامتحان تاني ويدفع 500 جنيه برضه. تالت حاجه الضغط النفسي والاجتماعي من الاهل ومن المدرسين ومن العيال التانيين، اللي هو ايه، انا لازم اجيب كذا، احنا لازم نجيب كذا، احنا لازم نوصل لكذا، احنا لازم مش عارفه ايه. ماشي، وتلاقي ضغط بقى، شوف فلانه جابت كام، شوف مش عارفه ايه. ماشي، شوف بنت عمتك عملت ايه، شوف الفلانة السنة اللي فاتت عملت ايه. ماشي، وبقابلني لو انتوا اتنين فلاح، سواء انت ابنك ولا ابن خالتك، يعني ابن خالتك لو جاب 80% وانت جبت 50%، انتوا اتنين يبقوا قابلين لو فلاح، تعالوا تدفعوا على وشي لو عملتوا حاجة. تالت حاجة او نقطة رقم كام دي؟ نقطة تقريبا رقم 7. ظلم السنوات التانية. احنا بنظلم الثانوية الزراعية والثانوية الصناعية والثانوية التجارية، كل ده بنصدمه وبندي مكان بتوع ثانوية عامة. يعني كلية زي كلية التجارة مثلا 80% بتوع ثانوية عامة و20% بتوع ثانوية تجارية، ما المفروض يحصل العكس. ماشي، فده ظلم الناس التانية ان انت بتخش ما تقدر تخش معاهد لانها لازم تجيب مجموع كبير، لازم تجيب فوق 98. ماشي، نقطة رقم 8 هي اختصار الطريق. انت لو تدخل ثانوية عامة انت مش عارف هتجيب ايه، الموضوع بيبقى معتمد على الحظ، بيبقى معتمد على المجموع. يعني ممكن تدخل مثلا ثانوية عامة تجيب 50 تترمي في مكان بعيد جدا عن بلدك، بعيد جدا عن ناسك، وتضطر تدفع له فلوس كمان. ماشي، فالمجموع كله الموضوع كله معتمد على مجموعك وعلى حظك وانت وشطارتك بقى. ماشي، النقطة رقم 9 هي البلد او النظام. ماشي، النظام والبلد ما تشجعش خالص ان الواحد يخش ثانويه عامه، بالعكس، ولا يخش اي حاجه تانية، ده في كله بقى، سواء ثانويه عامه، ثانويه زراعيه، ثانويه بلحيه، ايا كانت ايه هي برضك. الدوله بصراحه ونظام التعليم في مصر ما بيشجعش خالص 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 ان حد يدخل ثانوي عام او اي ثانوي تاني بصراحه. اخر حاجه بقى وهي التقليل من الطلاب التانيين اللي بيخشوا ثانويه عامه، والافتخار دايما بطالب ثانويه عامه، وده بيعمل عليه ضغط زي ما انا اتكلمت في الاول. ماشي، وبرده تقليل الناس التانية زي بتوع صناعه مثلا، انتوا بتتعبوا في ايه؟ بتوع زراعه انتوا بتتعبوا في ايه؟ بتوع ثانويه تجاريه انتوا بتتعبوا في ايه؟ اما لو ثانويه عامه يعني. وبالعكس الكلام ده كمان بيخلي طلاب الثانويات التانية يشوف نفسهم اقل من طلاب الثانويه العامه. مثلا ممكن يكون عندي في امتحان مثلا ثانويه تجاريه مثلا بيمتحنوا مثلا محاسبه او ايا كان بيمتحنوا ايه، داخل عليهم مدرس يقول ايه وانتوا ثانويه عامه عاملين مشاكل ليه ومش عارفه ايه. فده بيخلي الناس تبص بتوع السنه التانية او اللي دخلوا الثانويه عامه بنظره قليله شويه، وخصوصا دلوقتي بعد موضوع التنسيق ده وبتاع. فدلوقتي طالب ثالثه اعدادي او طالبه ثالثه اعدادي لازم يجيبوا مجموع كبير عشان يقدموا في التنسيق ويجي لهم ثانويه عامه جنبهم، الا ممكن يجي لهم ثانويه عامه بعيده، او ممكن يخش ثانويه عامه خاص او يخش ثانويه تجاريه او ثانويه زراعيه او ثانويه صناعيه. ماشي،
فبقى ده دلوقتي اللي ما بيجيبش مجموع عالي هو اللي بيدخل ثانويه تجاريه وثانويه مش عارفه ايه، فلازم تجيب مجموع عالي عشان تدخل ثانويه عامه. وده حاجه بصراحه غلط جدا، لان كل الثانويات مطلوبه. بالعكس الثانويه العامه انت مش عارف انت هتروح فين. يعني مثلا ثانويه تجاريه تخرج على تجاره على حقوق، ثانويه زراعيه تخرج على ثانوي زراعي، على ثانوي زراعي تخرج على كليه زراعه، ثانويه صناعيه تخرج على كليه هندسه تربيه نوعيه فنون جميله اثار. لكن الثانويه العامه تخرج فيها عن ايه؟ وبس كده يا جماعه، انا كده اكون خلصت، واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وده مش هيكون اخر فيديو، وان شاء الله هظهر تاني. ماشي، دعواتكم بقى، ربنا يكرمني ان شاء الله واطلع في فيديوهات تانية. ماشي، والله اعلم، مش عارفه هفتح الكومنتس على الفيديو ده ولا هقفلها، بس على العموم يعني انا مستنيه رايكم. مع السلامه.